بسم الله الرحمن الرحيم. ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده مع بعض هنعمل أكلة ما يختلفش عليها اتنين، جميلة جدا 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 في الشتاء وتحفة. طب هنعمل ايه؟ يلا بينا كده نشوف المقادير وهقول لكم هنعمل ايه. معايا كده ايه، نص فرخة غسلاها ومنضفاها، عندك نص فرخة، عندك كتف بطة، عندك جوانس شغالة ما بتقولش لا. غسلاها ومنضفاها كده الصدرين الفرخة وخليهم من العظم كويس جدا. ومعايا توم وبصل وكزبرة وبقدونس، ومعايا مجين شاي غسلاهم وصفيتهم ونشفتهم كويس جدا وصحنتهم في الخلاط. وبعد كده في الخلاط في الكبة شغال ما بتقولش لا. وبعد كده معايا البهارات اللي هنحطها، التوابل اللي هنحطها على الخلطة بتاعتنا، عبارة عن ايه، عن السبع بهارات والكمون والكزبرة الناشفة، ومعايا روزماري وملح. ومكعب مرق الدجاج. مكعب المرق الدجاج بتنقل الحاجة في حتة تانية خالص، أنا بحب أضيفها في كل حاجة. هبتدي كده نشغل الكبة كده مع بعضينا، وهنبتدي نفرم كل المكونات ديت عشان نعمل ايه، هنعمل أحلى كفتة ممكن تاكليها، جميلة جدا وأكلة اقتصادية وتحفة في الشتاء. هفرم البصل والثوم وهنزل عليهم بالبقدونس زي ما انتم شايفين والكزبرة. هضيف شوية شوية كده في الكبة علشان تفرم معايا كويس. هضيف مثلا حتة من الصدر كده، وهضيف البقدونس حبة حبة. هتخلي الصدر كويس جدا من الجلد، لأن الجلد مش لازمنا خالص في أي حاجة، احنا هناخد اللحم بس. هنقطع كده وهنفضل نرمي كده في الكبة لحد ما نفرم الكمية اللي معانا كلها. شايفين انا بنضف الجلد ازاي؟ انا ما بحطش جلد، انا بشيل الجلد بتاع صدر الفرخة كده، ما بخليهوش خالص في اللهم صل عليك يا نبي في اللحم. بنضفها من العظم والجلد بخليها فلة. وهبتدي بعد كده زي ما انتم شايفين الرز اهو، وهبتدي اضيف معلقه كده لحد ما العجينه تتكون معايا. براحتك، ممكن بعد ما تخلصي كده تطلعيها واللهم صل عليك يا نبي وتقلبيها. انا من حق عشان نسيت اقول لكم، انا ضفت نص معلقه بيكنج باودر بتنفشها معايا وبتخليها خفيفه كده وقلبها ايه، تحفه. التصوير مش جاب الحته دي. هبتدي كده ايه افرمها، شايفينها كده ايه، يعني هي كده ابتدت بقت حلوة، بس انا هضيف كمان شوية رز. هنضيف كمان الكمية اللي معايا كلها كده، يبقى ايه، خدت معايا كوبايتين الرز، وممكن تاخد اكتر من كده كمان، بس انا عايزة اللحمة تكون ايه، كتيرة شوية، تكون ايه يعني بزيادة. وممكن تعملها بصدر فرخة واحد بس. هبتدي كده اطلعها، شايفين الكمية ما شاء الله حلوة وجميلة جدا، ولو عملتيها لوحدها هتكفي وتفيد. لكن انا هقول لكم هنعملها بايه دلوقتي، تحفة. هبتدي كده انزلها كلها من الكبة بالشكل ده. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس ليوصلكم مني كل جديد يا احلى متابعين. هبتدي كده اجيب حوالي معلقتين او معلقة زيت كبيرة، وهبتدي اقلبهم كلهم في بعض كده علشان لما اجي اكورها ما تلزقش في ايدي. او حطي الزيت جنبك وعصي كفة ايدك زيت وروحي مكورة. بس انا بعمل الخطوة دي كده ايه، مرة واحدة. هقلبهم كويس جدا مع بعض عشان يشربوا شوية ايه معلقتين الزيت اللي انا ايه خدتهم كده. انا خلصت، هبتدي اكور كده ايه العجينة معايا. مش عارفة الكاميرا راجعة بعيد في التصوير. عايزة تعمليها صوابع شغالة، عايزة تعمليها كور كده زي ايه كفتة داود باشا كده شغالة ما بتقولش لا. صبعيها زي ما انتي عايزة، تصبعيها تكوريها مش مشكلة، المهم تخلص. شايفين عملت معايا كمية حلوة جدا جدا جدا. هبتدي كده معايا زيت غزير، ومعايا حلة تانية عشان ما نضيعش وقت. في الحلة التانية ديت ضفت معلقة سمنة، وبعد كده هضيف فصين 3 توم كده يشوحوا معايا ويدوا ريحة كده ايه قبل ما نعمل الصلصة.
ومعايا الزيت حاطاه الناحية التانية علشان يسخن، والزيت يكون كتير شوية علشان تتحمر معاكي حلو، ما تحمرهاش قوي يعني يدوبك تاخد معاكي لون. هبتدي كده اقلب فص الثوم زي ما انتم شايفين كده او معلقه الثوم، وهبتدي افرم الطماطم وانزل عليها زي ما انتم شايفين، وهغطيها واسيبها تاخد وتدي كده مع بعضها لحد ما تستوي. هبتدي كده على الناحيه التانية زي ما انتم شايفين كده هحمر الكفته. هنحمر الكميه كلها زي ما انتم شايفين، يدوبك تاخد اللون المحمر الحلو كده، وبعد كده تقلبي لحد ما تخلصي الكميه اللي معاكي كلها بالشكل ده. هي ما شاء الله راميه كميه كويسه جدا جدا جدا، يعني هعملها على مرتين كمان مش مره واحده. لو هعملها مره واحده هعملها كلها كده مره واحده، مش هضيف معاها اي حاجه تانية، لكن انا هضيف معاها يعني شويه بطاطس كده. هجيب حبايتين بطاطس وهقشرهم وهخرطهم وارميهم في الصلصه قبل ما ارمي قبل ما اضيف الكفته معايا كده. شايفين الكميه عامله معايا كميه حلوه جدا جدا وتحفه، وهتدي طعم جميل جدا للاكل. الناحيه التانية شايفين حبايتين بطاطس وسط كده عاملاهم صوابع، وهبتدي اضيفهم كده في الصلصه الناحيه التانية، وهديهم تقليبه كده وهغطي عليهم. ضفت التوابل معايا ملح وفلفل والسبع بهارات، ومش هكتر، وشويه فلفل اسود. هبتدي كده زي ما انتوا شايفين انا بقلب ازاي، بتقلبيها بمنتهى السهوله ما فيهاش اي مشكله. هضيفها بقى، تضيفي كل واحد بيضيف على حسب الكميه اللي هو عايزها، انا مش هضيف الكميه كلها، انا هضيف شويه يعني قيمه نصها كده بالظبط، يعني هقسمها على مرتين. هنطفي بقى كده على الزيت وهنشيله خالص من على البوتاجاز. شايفين لونها تحفة وجميلة جدا جدا جدا، وريحتها حكاية جميلة جدا جدا جدا. هبتدي كده، شايفين البطاطس غلت وجربت يعني خدت فورة كده. هبتدي بعد كده انزل بالكفتة. لو البطاطس بتاعتك ما بتاخدش سوا انزلي بالكفتة قبل البطاطس، اما اني البطاطس بتاعتي البطاطس اللي هي الصفرة فبتاخد سوا. هبتدي كده اقلبها كلها كده مع بعض. شايفين الالوان تحفة مع بعض. هسيبها بقى كده لما تستوي، وهنعمل شوية رز ابيض بس. هعمل جنبها شوية رز ابيض وسلطة وبألف هنا. شايفين استوت ولونها بقى تحفة، وظبطت المرقة طبعا بتاعتها. شايفين ريحتها تحفة 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 وبألف هنا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس يا أحلى متابعين. مع السلامة.